سالفتي ان جيت مع رفيجي كذا اشوفه وبنادي الكويت يعني تمرن وبس. كابتن شافني دشت تمرنت استمريت فتره قصيره كان مستواي زين عرفت. كل لعبه لها خطوره وما يعني ما اشوف ان خطورتها زياده يعني الناس وايد مبالغين فيها. حتى كره قدم فيها اصابات. شاركت كم بطوله بالكويت وحققت الاول وعندي ثاني تمرن من شهر 7 فخلاص طاحت الميانه بيننا وان شاء الله يعني كلنا اخوان ماك شيء بيننا. تمرين النادي غير عن تمرين المنتخب. تمرين المنتخب جامع افضل لاعبين الكويت. كنا يعني قبل لا ادش المنتخب كان يعني نلعب بطولات داخليه بالكويت والحمد لله حصلت على ذهبيه كذا بطوله. وجاء مدرب المنتخب وكلمنا وقال نبي ندخلك المنتخب والحمد لله رحت شاركت بالبطوله بالامارات حصلت فيها على ثاني خليج. والله اول شيء كان عمري 16 سنه هي هوايه يعني بكثر ما اتابع بالتلفزيون وكذي وهويت اللعبه ورحت شفت لي نادي وشاركت فيه والحمد لله قمت اتدرب وصرت لاعب زين الحمد لله وشديت حيل. من الاهل في تخوف من عندي يعني لا ما في اي تخوف بس ان الاهل كانوا يوصوني يعني لا يصير ارتجاج بالمخ وكذي الحمد لله ازمه وعديتها ان شاء الله وتفهموا الوضع. وهذا دافع معنا اني جبت ثاني الخليج. كانت اول مشاركه لي بالبطوله يعني ما يعني الحمد لله اول مشاركه حصلت فيها على ثاني وان شاء الله هذه البطوله اول ان شاء الله بنحقق. بداياتي ما كنت متوقع اني ادش الملاكمه. بداياتي كنت اشوف ربعي الصغار كانوا داشينها كقوه وعضلات وهذا ماخذينها فدشيت معاهم كوناسه ويعني ضيع وقت فراغ بالصيف فاستمريت فيها واديت فيها. لعبت بطوله فانجزت فيها خذيت اول بطوله ناشئين من البدايه. استانس علي الكابتن شافني العب شاف في كنترول في تفاهم باللعبه فاستمريت فيها وكملت وخذيت ميداليات وقمت احقق انجازات داخليه وخارجيه. من بداياتي 2006 بديت لحد الحين قاعد اخذ اول وخذيت من افضل لاعبين بالكويت وخذيت بطوله عرب ثالث عرب وخليج ثاني. قبل كان في مشاكل بالاتحاد ومشاكل بالكويت اما الحين لا بالعكس تغلبنا على المشاكل هذه كلها بالعكس قاعد نصعد للاعلى قاعد نوصل مو بس للخليج قاعد نوصل للعرب ننافسهم قاعد ننافس اسيا والحين لعبنا تونا خالصين بطوله اسيا قمنا نطق المنتخبات القويه اللي هي اوزبكستان كازاخستان منغوليا قمنا نطاقق معاهم فانصدموا منتخب الكويت المنتخبات كلها قاعد يقول الكويت هالسنه غير. اصابات الملاكمه قبل ما كانت خطيره يعني حاليا زادت صارت خطيره لان قبل كنا نلعب بالهود جارد الواقي الراس بس الحين لغوا الواقي الراس. كنا الحين قبل نلعب اربع جولات كل جوله دقيقتين الحين صارت 3 جولات كل جوله 3 دقائق صارت اصعب قاموا يصعبونها. استعداد الفريق البطوله هاي راح ان شاء الله راح نصدمكم باستعداداتنا خطيره وقويه يعني ان شاء الله راح ناخذ مركز اول باذن الله. والله استعدادات المنتخب لهذه البطولة صار لنا 5 شهور مستعدين من نهاية الموسم اللي طاف من شهر 5 لغاية الآن. استعدادنا كان برنامج تدريبي حق اللياقة البدنية الأشهر الأولى والحمد لله اللاعبين تعدلت اللياقة البدنية مالتهم وأمورهم كانت أحسن يعني. الفترة اللي بعدها الأشهر اللي بعدها توجهنا حق الأمور الفنية والتكنيك والتكتيك وقلنا نلعب فايتات البوكس والاحتكاك مع بعضهم بعض والحمد لله المستوى كان ممتاز وطيب على ما نبي يعني الحمد لله. احنا راح نشارك فريقين عندنا فريق الف وفريق باء والفريقين تقريبا متكافئين وانا بالفتره هذه محتار بالاختيار صراحه. عندي اوزان فيها لاعبين متكافئين حيل متكافئين. احنا البطوله اللي طافت شاركنا من غير استعداد اللاعبين شاركوا والحمد لله حققوا نتائج واخذنا اكثر فريق ذهب بالبطوله واحنا مو مستعدين. اللاعبين اللي راحوا كوريا هم 6 لاعبين
هو فهد البذالي وعبد الله العتيبي وعلي عباس فهد بلوشي وزيد مطيري واحمد الفضلي. شاركوا ببطولة اسياد اسيا بناء على طلب اللجنة الأولمبية، وعندنا كم لاعب لعبوا مستوى طيب يعني. ان شاء الله باذن الله توقعاتي ان شاء الله الفريق الاول احنا راح. استعداداتنا للبطولة هذه الحمد لله بجهود الإداريين أو الإدارة من الاتحاد وفرت للاعبين جميع احتياجاتهم وجميع نواقصهم. استعدينا من 5 شهور تقريبا إن شاء الله عشان نحقق البطولة الجاية بطولة الخليج. احنا بدينا تقريبا قبلها هم بطولة الخليج الأولى وحصلنا عليها على 5 ذهبيات، والمفروض يعني هي قانون البطولات على عدد الذهبيات، المنتخب اللي يجيب ذهبيات ياخذ المركز الأول. احنا أكثر ذهب حصدنا في البطولة هذه، لكن كان النظام مو النظام المعتاد الآسيوي أو العالمي إنه على عدد الذهبيات. خذينا المركز الثاني ولله الحمد. عندنا أمين سر الاتحاد الكويتي مسالم عدواني والشيخ رئيس الاتحاد فهد العلي، وهم اللي قاموا بالجهود هذه اللي تشوفها الحين المبذولة. فهني تطوعنا، عندك أنا وأبو فهد كابتن عبد الرحمن كابتن المنتخب، اللاعبين نفسيا مرتاحين. أبو محمد المسالم عدواني قرب لنا الإعلام لأن الناس واجد تبي تطالع تبي تعرف شنو هاللعبة هذه. البطولة هذه تعتبر انطلاقة للملاكمين. أتوقع في إقبال مو طبيعي كجماهير وكلاعبين، يعني يتوافدون على التسجيل، يعرفون ان في لعبه في اعلام. شنو اللي يخلي اللاعب يجتهد او شنو يخلي الشخص العادي يتجه للرياضه هذه غير الاعلام اللي ينشرها. اخترنا اللاعبين على حسب بطولاتهم بالكويت او مراكزهم، وان شاء الله انا اتوقع ان شاء الله نحصد ذهب، وان شاء الله اذا وفقنا الله على الجهود اللي اشوفها او اللي قدمناها للاعبين إن شاء الله المركز الأول بإذن الله. بعد تمرين بالكويت استمر لأكثر من 5 أشهر، المنتخب الكويتي للملاكمة وصل للعاصمة الأردنية عمان. طبعا هني راح يقيم معسكر لمدة 10 أيام، راح يمثل المنتخب وراح يشارك في المنتخب 17 لاعب. احنا الحين موجودين في المدرج الروماني في وسط البلد.